أهلا بكم مرة تانية في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم وهو قرار البنك المركزي بتغيير حدود السحب النقدي اللي هو السحب الكاش من جوه داخل الفروع البنوك ومن على ماكينات الصرف الآلي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. البنك المركزي النهاردة أصدر قرار بتغيير حدود السحب داخل الفروع. كان حد السحب فيه الفترة السابقة كان 150,000 جنيه، بقى 250,000 جنيه. تمام، يعني قبل كده لما كنت بتخش الفرع عشان تسحب فلوس كان بيقولك الحد الأقصى للسحب بتاعك هو 150,000 جنيه. الجديد دلوقتي إن هو رفع النهاردة حد السحب ل 250,000. كمان المكن من بره اللي هو مكن الاي تي ام لما كنت تيجي تسحب مبلغ عن طريق الكارت العادي، تمام، وده مش يعني ايه، يعني ده مش كل الكروت. بمعنى حد هيجي يقول لي ان في كروت، طب انا كنت بسحب مثلا حد الكارت بتاعي. الكروت ليها انواع، في كارت مثلا اللي هو الكلاسيك اللي هو الكارت العادي اللي بيطلع على الحساب العادي خالص، وفي الكروت اللي هي مثلا البلاتينم خاصه بالعملاء كبار عملاء اللي المفروض حدود السحب بتاعتها اكبر من حد السحب العادي. طيب ايه الفرق بين ده؟ اللي هو خلى الحد الادنى للسحب بدل ما هو 15,000 جنيه للكارت العادي خلاه 30,000 جنيه. الغرض من الموضوع طبعا هو زيادة حدود السحب لوجود يعني مرونة أكتر في التعامل، لأن طبعا في ناس كتيرة جدا اتضررت بسبب موضوع 150,000 جنيه وإجبار والباقي يعني بيجبر إن هو يعمل تحويلات، مش ياخد فلوس كاش في إيده، لا عبارة عن تحويل، لازم يعمل تحويل في حساب تاني أو تحويل من بنك لبنك، وده طبعا كان بيعمل مشاكل في بعض الأوقات. مع الرغم إن في تطبيقات كتيرة جدا بقت موجودة دلوقتي ممكن تعمل من خلالها التحويل، زي الانستا وزي الاهلي موبايل وزي مثلا بنك اللي هو بي ام موبايل. كل دي كانت كلها عباره عن تطبيقات خاصه بكل بنك بيعمل بيه تحويلات، خلاف طبعا تطبيق الانستا، خلاف باقي التطبيقات اللي موجوده على كل البنوك المتوفره. ولكن طبعا تسهيلا على الناس داخل البنوك الى حد ما بدأ يرفع حد السحب ل 250,000 زي ما احنا قلنا، السحب الكاش النادي، و30,000 من المكان الاي تي ام من بره، وده هيتم تطبيقه من النهارده. ممكن تحديث المكن الاي تي ام يتاخر في بعض البنوك، ولكن في الاجمالي هتلاقي كله يعني في الوقت القريب هتلاقي كله يتحدث على ال 30,000 في اقرب فتره ممكن، وده هيختلف من بنك لبنك. اتمنى تكون الحلقه فادتكم، وان شاء الله بكم في حلقه جديده، ومع السلامه.